أنا آدم، وهاد الحلقة ماشي على الماضي، ماشي على الحب، ولكن على المواجهة ديال الحقيقة، ديال الصوت، ديال الندبة، ديال القناع، مواجهة مع نفسي. دخلت عند الطبيب نفساني، كنت كنحس براسي بحال شي طفل صغير داخل القسم أول مرة. مكنتش عارف شنو نقول ولا منين نبدا ولا واش نقدر نواجه كل شي بلا ما نتهرس. الطبيب كان ساكت كيشوفني وكيخليني نهضر. قلت ليه ماشي جاي باش تعالجني، جاي باش تفهمني. الطبيب كان ساكت. بديت كنحكي ليه على الصوت، على سارة، على المراية، على الكوابيس، على الإحساس أنني مراقب من نسخة مني، نسخة كتعيش بلا ما تسولني. قال لي يا آدم، واش عمرك واجهتي الطفل اللي ساكن في الداخل ديالك، اللي سمع الجملة ديال ما غاديش تنجح في والو، اللي خاف وسكت ولبس القناع؟ سكت وبديت كنحس بشي حاجة كتحرك في صدري، بحال إلا شي باب قديم تفتح وخرج منه صوت ما عمرني سمعته. أنا كنت باغي غير حد يسمعني. من داك النهار بديت كنكتب أكتر، ماشي خواطر ولكن رسائل للطفل اللي كنت كنقول ليه أنا معاك، أنا كنسمعك، أنا ما غاديش نخليك بوحدك. كل جلسة كانت بحال عملية جراحية بلا مشرط، كنخرج منها مرهق ولكن خفيف. كنحس براسي كنرجع شوية بشوية، كنرجع آدم، ماشي اللي كيعجب الناس ولكن اللي كيعجب راسو.